مرحبا أصدقائي. أمس أجريت مباراة إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، مقابلة القمة بين مانشستر سيتي وفريق ريال مدريد. مقابلة الذهاب كما يعلم الجميع انتهت بالتعادل الإيجابي 3 أهداف لكل فريق، وبالتالي الكل كان ينتظر مقابلة الإياب لأنها كانت مقابلة نهائية، والفوز بها يعني التأهل إلى دور النصف النهائي. هذه المقابلة عرفت واحد المستوى كروي متميز، خصوصا على المستوى التكتيكي، وبالتالي لاحظنا مقابلة بين فريقين ينهجان أسلوبين مختلفين. فريق مانشستر سيتي اختار اللعب بطريقة لاعبين المعتادة، ظل وفيا لفلسفة لاعبيه: الاستحواذ على الكرة، بناء اللاعبين الخلف، التقدم عبر التمرير القصير، ومحاولة إنهاء الهجمة بشكل مثالي عبر التوغل في معترك عمليات فريق ريال مدريد أو البحث عن العمق أين يتواجد مهاجمه أو رأس حربته هالاند. وبالتالي لاحظنا أن فريق مانشستر سيتي ظل وفيا طريقة لعبه وكان قوي خلال هذه المقابلة وحقق أرقام مدهشة. فريق ريال مدريد حاول مباغتة خصمه مع بداية المقابلة، لم يترك له الفرصة للتقدم للقيام بالتقدم أو فرض أسلوبه وشخصيته على المقابلة، وبالتالي حاول الضغط على حامل الكرة ومباغتة فريق مانشستر سيتي، وتأتى له بعدما تمكن من التسجيل عبر اللاعب رودريغو. ولاحظنا بأنه لاعب فريق ريال مدريد كان لاعب أفقي، وبمجرد أنه كان يستحوذ على الكرة أو يسترجع الكرة كان يهاجم ويحاول الذهاب بشكل سريع إلى مرمى فريق مانشستر سيتي. بعد الهدف بعد هدف التقدم لفريق ريال مدريد، حاول فريق مانشستر سيتي الرجوع في المقابلة، ومنذ تلك الفترة سيطر فريق مانشستر سيتي على جزء أطوار المقابلة، حيث أنه بلغت نسبة الاستحواذ على الكرة خلال المقابلة 67% مقابل فقط 33% لفريق ريال مدريد، وهذه النسبة وصلت أحيانا إلى 73% خلال الشوط الثاني وفي بداية الشوط الإضافي الأول. فريق مانشستر سيتي حقق أرقام مذهلة خلال هذه المقابلة، حيث أنه نسبة التمرير الصحيح وصلت حوالي 92%، وقام بما يزيد عن 900 تمريرة خلال المقابلة، وهذا أرقام مدهشة. في المقابل لم يتجاوز فريق ريال مدريد عدد التمريرات خلال المقابلة حوالي 450 تمريرة، وهذا يبين بأنه كان فريق مانشستر سيتي أكثر استحواذ. جل العمليات الهجومية أو العمليات خلال المقابلة كانت في معترك فريق ريال مدريد، أي في الثلث الأخير من الملعب، ولاحظنا بأن فريق مانشستر سيتي سدد إلى المرمى خلال جل أطوال المقابلة 33 تسديدة، 24 تسديدة من داخل مربع عمليات فريق ريال مدريد، وهذا الرقم يبين بأن فريق مانشستر سيتي كان أكثر نجاعة في اختراق دفاعات فريق ريال مدريد، لكن غابت عنه اللمسة الأخيرة. وعلى الرغم من أنه تمكن من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق البلجيكي دي بروين، لكن لم يستطع ترجمة كل الفرص التي أتيحت إليه إلى أهداف خلال الشوط الثاني أو في الأشواط الإضافية، وبالتالي احتكم الفريقين إلى الضربات الترجيحية، وبالتالي أهلت فريق ريال مدريد إلى المربع الذهبي. خلاصة هذه المقابلة يمكن القول بأن لاحظنا مقابلة قوية. أرقام مانشستر سيتي في هذه المقابلة كانت مذهلة، ولكن على الرغم من ذلك لم يستطع التسجيل. تصريح بيب غوارديولا بعد المقابلة أكد بأنه فريقه كان ينقصه شيء ما من أجل الفوز بهذه المقابلة والتأهل، وبأنه كان أكثر حضور أكثر قوة، بأن طريقة لعب فريق ريال مدريد على المستوى الدفاعي كانت متميزة، وبأنه فريق استحق التأهل. فريق ريال مدريد راهن على الدفاع في هذه المقابلة نظرا لتاريخه أو نظرا لقيمة فريق ريال مدريد الكروية على المستوى التاريخي. العديد من عشاقه يعتبرون أن الأهم هو النتيجة، هو التأهل، ولكن فريق ريال مدريد خلال هذه المقابلة ما قدمش هذاك الوجه الذي يليق بفريق كبير
يعني الأكثر تتويج في المنافسات، والذي لعب 33 مناسبة: نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا. فريق احتكم أو اختار الدفاع ككتلة واحدة، استمات معاناة، وقال مدربه أنشيلوتي عن هذه الطريقة أنها هي الطريقة الوحيدة والأمثل بالنسبة له لإيقاف خطورة مانشستر سيتي والتأهل، وهو ما تأتى. وقال بأن فريق ريال مدريد لا يموت، خصوصا أنه بين بأنه الجانب الذهني كان مهم في هذه المقابلة، وكان لاعبي ريال مدريد يعني استماتوا بشكل كبير، وكان الإمكانيات الذهنية لهم مهمة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المقابلة. واتضح بأن الجانب الذهني كذلك له دور في مثل هذه المقابلات، خصوصا أن المقابلة يعني عرفت صعوبات كبيرة من طرف الجانبين، وبالتالي تنظن بأن هذه المقابلة أوفت بكل العهود ديالها. شفنا مقابلة في مستوى عالي، مقابلة تكتيكية من طرف الفريقين. يمكن الحظ كان بجانب فريق ريال مدريد، ولكن فريق ريال مدريد يعرف دائما كيف يخرج فائزا ومتأهلا إلى الدور، من دور إلى آخر، خصوصا أنه له شخصية البطل. ثقافة المشاركة في المنافسات، طريقة أو ثقافة التتويج، وثقافة يعني الفوز بالمقابلات. مقابلة كانت متميزة يعني، ومن الصعب أنك تحلل هذه المقابلة، وخصوصا أنها لعبت على جزئيات بسيطة، بأنه بينت بأنها كرة القدم يعني تطورت بشكل كبير، وبأنها لم يعد من السهل أنك يعني تفرض أسلوبك وتلعب بطريقة معينة، وبأنه أن الفوز بالمقابلات يتطلب واحد التركيز كبير، حضور ذهني قوي، تجربة، خبرة، واستماتة إلى آخر رمق، والإيمان بالحظوظ. ولاحظنا بأن فريق ريال مدريد كان متميز في هذا الجانب. على العموم مقابلة أوفت بكل ما كان ينتظر منها. فريق ريال مدريد تأهل، سيلعب يعني للمرة الثالثة والثلاثون في المربع الذهبي لهذه المنافسات. في المقابل فريق مانشستر سيتي خرج مرفوع الرأس بمستوى كروي راقي جدا، متطور كبير، يعني تبين بأن فكر غوارديولا يعني ما زال قادر على العطاء وتطوير كرة القدم في قادم السنوات. وشكرا.